محمد النشائي. دكتور، بعد التحية، لماذا سبقنا القاصي والداني في البحث العلمي وإنهاض هذه البحوث، سواء كانت ماليزيا الإسلامية خير شاهد على ذلك، كوريا الجنوبية خير دليل على ذلك. يعني كوريا قامت بقفز في البحث العلمي من 2.2% من دخلها القومي، ما خصصته من هذه الأموال في الستينات، إلى 5% حتى عام 2000، ونحن لا نزال في حدود نسبة 8%. بنحاول نوصل ل1% من الدخل القومي. ليه؟ إيه الأسباب؟ أسباب عديدة الحقيقة، لكن أهمها يمكن هو الوضع العام اللي حضرتك شايفاه من الناحية السياسية، الجيوبوليتيكال اتموسفير الموجودة. وأنا بالمناسبة دي عشان بنتكلم في الموضوع يعني بؤيد كل كلمة وكل حرف على سعادة اللواء قاله سيادة اللواء محمد الشهاوي. وهو ده السبب إن كوريا الجنوبية على سبيل المثال، على فكرة كوريا الشمالية كانت سابقة كوريا الجنوبية، وإنما الولايات المتحدة فعلت كل ما في وسعها عشان الخطوات المتميزة في كوريا الشمالية تنهار وتبقى دولة بوليسية يخافوا منها الناس، وهي تتهدد ومش من حقها انها تهددهم هي، بس تتهدد ده شيء طبيعي جدا. وكانت كوريا الجنوبية متأخرة جدا، فوضعت أمريكا كل شيء تقدر تعمله عشان كوريا الجنوبية مستوى الصحة فيها كان كمية السل هناك كان 10 أضعاف في كوريا الشمالية. كمية الفقر في كوريا الجنوبية كانت 10 أضعاف في كوريا الشمالية. أمريكا غيرت المعدلات دي، اللي هو بيمشي في ركابها، وطبعا الهدف في النهاية أشياء تانية يعني بتساعده. اللي ما بيمشيش بتعمل له ديمقراطيه زي الديمقراطيه اللي عملوها في العراق، كتر خيرهم. انا الحقيقه متربي في اوروبا من وانا عندي 12 سنه. اذا كانت دي الديمقراطيه ميرسي، انا عايز اعيش الحقيقه تحت ديكتاتوريه عسكريه. طيب، هل ده عندنا الاساس، مشكلة في الإنسان المصري، في عقلية لا الإنسان مفيش المصري؟ مشكله في في الانسان الإنفاق المصري مثلا؟ افندم. الإنفاق، ابدا اهتمام الدولة، ابدا الإنفاق. في النفاق الحقيقه، مش في الانفاق، متشابهين يعني. النفاق الشديد. خليني ادي لحضرتك مثال عشان نرجع شويه ونفتكر نتذكر. ذاكره الشعوب ساعات بتبقى قصيره قوي، مهم قوي ان الواحد يقف كده. زمان بريطانيا كانت رؤوفه بينا جدا، وقالت شوفوا احنا اللي هنعمل المنسوجات. دي كانت حاجه في يوركشاير، ها، انتوا تزرعوا بس القطن. قالت كمان الحقيقه لا، اولادكم الحلوين دول هيجوا يتعلموا عندنا في اوكسفورد وكامبريدج. انتوا اقفلوا الجامعات الحقيقه، ملهاش لزوم. انتوا اولاد الزوات زي حالتنا يروحوا يدرسوا هناك. بس الشعب المصري لما يتعلم اللي هو 90% منه، لا دي تبقى مصيبه. مش هيرضوا يبقوا فلاحين، مش هيرضوا يبقوا بتاع. انتوا تيجوا تعلموا عندنا. الحقيقه حولونا الى مزرعه، يعني حولوا مصر الى مزرعه للقطن، وهم اللي صنعوه وهم اللي يبيعوه وهم اللي ياخدوا الفايده منه، واحنا بس شويه فلاحين نفضل نزرعها لهم. ده الخطه العظيمه ايام الملكيه الرائعه، اللي كان لما الملك يقول اي كلمه يدخلوا بالدبابات ويقولوا له هو يعمل ايه، لا متى يشيلوه، لان هم اللي حطوه ما يشيلوه. الموضوع ده بقى له 20 سنه بيحاولوا يعملوه في العلم. عايزين يحولوا مصر الى حته يعملوا فيها ابحاثهم هم بس بايادي رخيصه وعقول رائعه مصريه، تكلفتها بسيطه جدا. يوم يجيبوا لنا بقى اللي حصل، ومش عايز اتكلم فيه لاني مش عايز اغلط في حد. في ال20 سنه اللي فاتت يخلوا تصور مصر والشباب عن ايه هو العظمه. وانا هقول مثال بقى، انا حر في نفسي. لما اكون انا اللي اتربيت في المانيا واغلب شغلي كان في امريكا والمانيا وفرنسا، اما اكون انا المثل الاعلى لشباب مصر، يبقى انا ضريت مصر. الشباب المثل الاعلى لمصر لازم يكون الناس اللي هلكت تشتغل في الجامعات المصريه وتغزل برجل واتيفر، سميها زي ما تسميها، اللي هي بتشتغل في مكافحه الافات اللي موجوده في مصر، مش تطويل عمر الانسان.
لان تطويل عمر الانسان في مصر سهل جدا، مش عايز ابحاث زي الابحاث اللي مش عارف بتتعمل في MIT ولا بتتعمل في بيركلي. لا، تطويل عمر الانسان ان ندي للانسان المصري الفقير حياه كريمه، ما تجيلوش الاوبئه من بيته، ما يجيلوش نقص حياته لانه طول الوقت خايف على مستقبل يعني ولاده. لا يتم استثمار العقل المصري والامكانيات المصريه في النهوض بالمجتمع المصري والوصول الى حل مشكلاته، وانما تصدير هذه العقول رخيصه الثمن الى الخارج، استخدام البيئه الداخليه لمصر لاقامه هذه البحوث التي تصب في النهايه في مصلحه الدول الخارجيه. واكتر خلق، يعني مش عارف اقولها ازاي من غير خلق كيانات صناعيه فخمه في مظهرها جوه مصر عشان استقطاب العقول المصريه، بدل ما تروح هي جامعه القاهره وتشتغل وتعمل حاجات مفيده لمصر وتحارب ال 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 الامراض المتفشيه في كل ناحيه. يعني مثلا الصرف الصحي والعشوائيات دي مش المشاكل دلوقتي بتاعت لندن ولا نيويورك، دي مشاكل عندنا احنا، ما ننتظرش من الغرب نعمل فيها. لكن هم مثلا يضحكوا على عقلنا، ضحكوا على عقلي. انا كنت معجب جدا ان انا يبقى ليا باع في اني اثبت اشياء كتيره من اللي عملها اينشتاين غلط واخد جايزه على كده. الحقيقه ده اتجاه غلط. انا بعاتب نفسي. اهم من كده ان انا اشوف طريقه لمحصول القطن ما يجيلش دوده. الحقيقه افكر ازاي ان بكميه عن التواصل الاجتماعي يخلقوا جو في مصر يخلق فيه بلبله وشك، مع اني انا متخصص في النيورال نتورك، يعني جزء من شغلي في الذره ليه علاقه، طبعا الغير متخصص مش هيفهم الحكايه دي. الذره في الاخر عمليه وصول المعلومه من التلفزيون هنا للشعب متعلقه بالحكايه يعني انت عايز تقول دي. ان هم سعوا الى تشتيت ونجحوا طاقاتك ونجحوا في بدل اذا كنت من انا ضحكوا استفاده عليا، مصر بيها، اذا كان انا ضحكوا وتوجيهها عليا اتجاهها تاني خالص علشان ما تروحش وضحكوا عليا المصريين. من غير ما يجبروني. ده من المنظر كده، من الافلام اللي شفتها على فلان وعلان، اخراج هوليوود طبعا، وكل ده بقت الامثله العليا ليا انا امثله. الحقيقه النهارده بقى عندي 75 سنه طبعا. لما كان عندي 35 سنه كنت فاهم الدنيا غلط خالص، لاني فهمتها بعيون اوروبيه، فهمتها بعيون بلاد الحقيقه سرقت العالم كله. حضرتك عندك 75 سنه ما شاء الله. عندي 75 طب سنه. احنا هنعمل بقى حلقه تانية عن ازاي قدرت انك تحافظ على هذه النظاره وهذا الشباب، يعني دي حاجه تانية بقى لوحدها. طيب اللي انا عايزه اقوله ان احنا عندنا فعلا 135 او 125 الف مصري يحملون لقب باحث او حاصلون على الدكتوراه. عندنا 387 مركز ووحده بحث. الدستور المصري ينص صراحة على أن تكون الأبحاث التي تتم سنويا توضع مخصصات البحث العلمي في مصر 1% من الناتج المحلي. مبنى كبير في قلب القاهرة اسمه أكاديمية البحث العلمي، ولكن هل إحنا في مصر عندنا رغم كل هذه الإمكانيات بحث علمي بمعناه الحقيقي؟ لا، والحقيقة مش لازم ومش محتاجين له بالشكل ده دلوقتي، والدنيا بخير. أن عندنا أن نفكر في الأوليات بعقلية علمية. العقلية العلمية مش هي اللي بتشتغل في الكيمياء، مش هي اللي بتشتغل في الطبيعة وهي اللي بتشتغل في شغلي. العقلية العلمية هي إن الواحد يفكر بمنطق سليم بعيد عن التهيؤات وعن الآمال الشخصية وعن حاجات كتير. أنا كعالم النهاردة بفكر ليل نهار دلوقتي عشان أصحح مساري. إيه أهم حاجة لمصر النهاردة؟ هو الاقتصاد. لما أنا أكون عالم بحقه حقيقي أشوف الأسباب اللي هي خلتنا اقتصاديا نتأخر كده، وأنا عارف إن هي كلها للأسف يعني هقول إنها مؤامرات من الخارج على مصر. أقوم أتعلم وأتعلم من ده وأبعد خالص عن معادلات أينشتاين وفرانكشتاين وكل الكلام ده. أفكر بعقلي أنا اللي اكتسبته إزاي أحلل تحليل منطقي. إيه الحكاية يا جماعة؟ هل ممكن أنا أفكر الأول إن أنا أكون لابس ساعة رولكس وأنا لا عندي لا بنطلون ولا قميص؟ مش الواحد يبتدي تدريجيا؟
افكر الاول ان انا ارفع صوره مصر في المحافل الدوليه واكلفكم 10 مليون دولار، ان شاء الله ما رفعت راسي ولا رحت محفل عالمي عشان اتكرم فيه. اولياتنا النهارده ان نعيش في هدوء عشان اعرف اشتغل في هدوء. ان علمائنا اللي موجودين اللي ذكرتيهم الاعداد دي، ودي اعداد بسيطه جدا اللي احنا نقدر نجنده، بس ما اقدرش رغم ان اجنده هي اعداد دلوقتي. تفوق ما يوجد يعني في الولايات المتحده الان يا من فندم، اعداد يقال بانها تتفوق على الاعداد الموجوده في أيوة. الدول الكبرى زي ما الولايات تاخذنيش المتحده مثلا. الكلام البلدي، انا يمكن فيا عرق رغم ان انا يعني ساكن في الزمالك، بس فيا عرق بلدي شويه. العدد في الليمون يعني مش دي الامكانيه. انا ساعات انا اقول لحضرتك، انا لما بكون في لندن في بيتي في لندن بنتج تقريبا وبنشر بحث كل اسبوع. انا نفس الشخص لما اجي هنا في مصر ما بعرفش انتج اي حاجه بالشهور. ليه؟ لان الحياه متعبه بمنتهى الصراحه. زملائي بقى بينتجوا برضه اللي عايشين في مصر، من كتر ما هم احسن مني ومقدرتهم على العمل احسن مني. كتر خيرهم، انا مش عارف ازاي بيقدروا يشتغلوا خالص، لاني انا اللي المفروض يعني عالم مرموق عالميا، لما باجي هنا ما ببقاش عارف اعمل حاجه خالص. دي الحاجات الاساسيه. لازم الحياه نفسها، الحياه السياسيه كمان بتألمنا. احنا مفكرين او علماء، ما اقدرش انا اعيش في الهوسه دي والخوف واسمع ان هنا في اشكال وهنا في اشكال من غير ما اتشتت. انا اهم حاجه ليا علميه انا كلمه علميه، تأييد هذه الدوله وترسيخها واعطائها كل شيء، بحيث ان رئيس الدوله لما يقول هذا هو الاتجاه نمشي كلنا في هذا الاتجاه. مهم جدا. طب مين مش اللي مهم ممكن يوفر لامريكا، ده؟ ما هو مش دلوقتي احنا مهم عندنا لامريكا. عندنا باحث عنده امكانيات فكريه معينه، عنده مواضيع بحثيه معينه. كيف يمكن ان نخلق من هذا البحث منتج يعطينا عائد؟ يعني بالورقه والقلم في بحث بيقول ان 67 قرش انتاجيه كل عالم يوميا. في عام 2012 لم يحقق علماء مصر وباحثيها وفقا لهذا البحث سوى 15 مليون و500 ألف جنيه و14 مليون و600 ألف جنيه في 2013. بقسمة هذا المبلغ على عدد العلماء والباحثين في مصر، بنكتشف أن متوسط ما يحققه كل عالم وباحث في مصر سنويا بلغ 124 جنيه لكل عالم. عام 2012 قعد ينخفض لغاية لما وصل ل 27 أو 67 قرش إنتاجية كل عالم. الخلل هنا فين؟ هل هذه الشهادات فارغة المضمون؟ خليني اقول لحضرتك حاجتين بس ارجوك يعني يكون صدرك رحب، لان ما اقصدش والله، انت كلامك في محله، بس انا عايز اقول شويه حاجات. انا في كتاب من الكتب اللي قريتها مهمه جدا اسمها كيف تكذب عن طريق الاحصائيات. احنا ممكن نقول الارقام دي بطريقه تانية ونطلع ان مصر زي الفل. انا اخد الاوراق والارقام اللي قلتيها دي واغيرها لك بطريقه كده اعرفها انا لان انا متخصص، واخلي ان يا سلام ليس في الامكان احسن يا راجل. ليس في الامكان احسن. لكن انا بقول لك الخلل هو التالي. مش انا اللي انتقد، لان انا لما بعوز اروح مؤتمر بعمل كده ببقى في المؤتمر. مش انا اللي انتقد، لان انا عمري ما عانيت من اي نقص في اي حاجه ماديه، وكل اللي بطلعه بيسقفوا لي عليه. ده بره؟ طيب هنا بقى عايز اشوف بس اوروبا، اقوم اضطر ان انا اعمل بحث عشان يتقبل في مؤتمر، واقول للمؤتمر ده كل افكاري، والاوروبيين ياخدوه يطبقوه يعملوا منه حاجات زي الفل، وانا كل الحكايه فرحان اني خدت اجازه وطلعت من مصر في الحر زي دلوقتي في الصيف يعني. لما اكون في باريس طبعا احسن. حاجات كتير من هذا المنوال. لما انا اعمل بحث لمجرد ان انا لازم اترقى لان ماهيتي مش كفايه، فانا بعمل بحث باي طريقه. في بعض الاحيان ضعفاء النفوس ودول لا يتجاوزوا 1 على مليون، لكن بيحصل ان انا اسرق البحث من زميلي عشان اترقى. الحكايه بقت سرفايفل، ازاي اعيش. لما هذه الظروف تتغير، ولما وضعنا الدوله نفسها تغيرها بان احنا يبقى في انا بعيا لما بشوف مصريين بيتخانقوا مع بعض، بيحصل لي غثيان. مش مصدق يكون حوالينا
الوحوش دول كلهم عايزين يسرقوا مصر، بقى لهم 300 سنه بيسرقوا فينا، ودوله انا عايش فيها بنت كل الفائض والاحتياطي بتاعها، وانا مش خايف ان اقول الدوله اللي عايش فيها اسمها انجلترا، وسرقت من مصر تريليونات، وطلعه واحده تتكلم وتقول في فساد في مصر. الحقيقه الفساد في مصر اللي زرعوا هم الانجليز. الانجليز الشرفاء دول زرعوا الفساد في مصر وسرقوا مصر، بس سرقوا كمان الهند وسرقوا الصين وسرقوا العالم كله، وجايين دلوقتي يعلموا مصر ورئيسها ايه هو النظافه ومش النظافه. هذه الاوضاع انا اسف ان اقول كعالم، انا هحط كل شيء اسايد، هحطه وقفه لمده 2 3 وابني الوعاء اللي هو حمينا اسمها الدوله المصريه. الدوله المصريه لازم تمكن في انها تكون دوله لما تقول كن فيكون، كما كانت في الماضي، كما كانت حتى لما كان عندنا فلوس اقل من النهارده ايام الزعيم الخالد، اللي انا اجد انه الزعيم الخالد والسيد الرئيس جمال عبد الناصر. احنا دلوقتي الحمد لله بس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام واقعي. يعني احنا بالورقه والقلم، معلش احنا عايزين نحط بالورقه والقلم كيف ننهض بالبحث العلمي في مصر. يعني لا نريد ان نعول على امور يعني غيبيه ما نقدرش ان احنا نحط ايدينا عليها او نقول ان هي هتتحقق بكره، لكن بكره اقدر اعمل لنفسي كيان كباحثين من العلماء المصريين، وده مش هيتحقق الا بمجموعه من العوامل. اولها الانفاق. هل الدوله الحكومه بتنفق كام على الباحث في مصر؟ انا اسف اتفضل. شوفي حضرتك اصلك بتتكلمي مع ايه واحد ايده في البتاع، بس يعني انا بحاول اتكلم بشكل منطقي واقعي. لا ده هو ده الواقعي. الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده بالورقه والقلم معناه كيف تحور الاشياء بالورقه والقلم. ده مش وقت ورقه وقلم، ده وقت حقائق. الحقيقه ان من سنه 2011 احنا ما شفناش استقرار. مش ممكن ابدا تطلبي من العالم انه ينفصل او حتى استاذ الجامعه عن المجتمع اللي عايش فيه. انا ليا زوجه كانت مش قادره تسافر من القاهره لاسكندريه، عندنا بيت في الساحل الشمالي مش قادرين نشوفه 3 سنين لان ما فيش امان انها تسافر لوحدها وتسوق عربيتها. الحمد لله دلوقتي في امان. انا بكرر تاني، البحث العلمي في ظروفنا ده، في الظروف اللي احنا عايشينها، على الاقل من سنه 2011 بخير. مش ده المشكله، بالعكس لما يستخدم دي مشكله عشان نوضح. طيب. يعني حضرتك الحكومه بخير ازاي؟ يعني فشلت في بعض الاشياء. لا يعني ما انت لما تقول لي بخير اديني حاجات ملموسه. قول لي يعني احنا دلوقتي دخلنا لمصر من البحث العلمي 1 2 3. ايه الملموس؟ عندنا المركز الوطني مسميات ومباني ضخمه وفخمه، ولكن بتنتج ايه لمصر؟ طب ما انا بقول لك بتضعنا فين؟ ده احنا 129 من 148 دوله على مستوى التعليم. احنا ما عندناش تعليم اصلا. جامعه اسكندريه لا ده كلام مش صح. ازاي؟ ما دي احصائيات عالميه. وايه الاحصائيات؟ ما الاحصائيات يعني احنا التعليم عندنا بخير عشان يطلع نجباء وعباقره وانا اعمل بالعباقره ايه؟ انا يهمني الافريج. حضرتك اهم حاجه ناقصه في مصر لا عبقريه، ولا هي مصر محتاجه لمحمد نشائي ولا عايزين من يتبناهم. انا لا انكر ان هناك عقول نابغه، لا ولكن من يتبنى هؤلاء؟ من يقدم لهم الدعم؟ مش ده المشكله في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. ويستغرب ما هو تحقيق الاستقرار اللي حضرتك بتتكلم عنه ده احنا دلوقتي في بوتقه بتغلي من الاحداث الاقليميه والدوليه، مش هتتحل بعصا سحريه. لا هتتحل بعصا سحريه، هتشوفي. طيب. انا بقول لحضرتك ان شاء الله في ظرف سنه يمكن هتبتدي تبقى في موجه تانية خالص في مصر. اساس كل المشاكل في مصر هو عدم مقدرة الدولة على انها تكون الدولة اللي تعودنا عليها وعايزينها تعلى عن كده. الدولة ضعفت. الحكومة بدون شك لها تقصيرات كتيرة جدا، بس مش في مجال البحث العلمي. وانا شايف لما نتكلموا على شغلتي الوحيدة في حياتي طول عمري اللي هي البحث العلمي بالطريقة اللي بيتكلموا عليها، ويدفعوا لجامعة مش هذكر اسمها تريليونات ويدوها اراضي ببلاش، وهي أسوأ جامعة ممكن تصيب مصر بأمراض التعافي منها هيكون صعب جدا. ومش هذكر الجامعة عشان ما يبقاش بستغل اللحظة طيب جانب آخر، يعني مصر طوال السنوات ال5 الماضية بتعلن عن إعداد الموازنة السنوية عن رقم معين بيخصص للبحث العلمي.
نهاية العام بنجد رقم أقل بكثير من ذلك، وده حصل مع حكومة هشام أنديل والبلاوي ومحلب، والمفروض إن احنا بصدد دستور دلوقتي بيقول لنا إن احنا هنوصل لا ل وكمان يعني دي 1% وده ما بيحصلش. زي ما يكون يعني بنقول إنه الإنفاق يعني مبدأ اللي يعوزه أقساط وديون ومشتريات ودعم مرتبات بيحرم على البحث العلمي. أنا كلامنجي كمان. لا لو سمحتي أنا متخصص في الكلام ده، ومش متخصص في الناحية الإعلامية فيه. أنا عشت في السعودية وكنت جنب وزير، أنا الحقيقة كنت يده اليمنى وزير البحث العلمي معالي الدكتور صالح عبد الرحمن العزل. سامحني والله يا دكتور صالح أنا بقول كده، اللي قعد 25 سنة مش 25 يوم و3 أشهر زي حكومة أنديل اللي كان أنا ممكن أكون فيها وزير البحث العلمي، وطبعا مرضاش، لأن دي مش مشاكل مصر. صدقيني السعودية ما كانتش بتصرف أكتر من 1%، لأن أنا لما غرق حد مش قادر يعمل أي حاجة في الوقت الحالي بفلوس، ده أنا بخنقه وبضيع الفلوس. طيب ما هي المسألة مش مسألة الفلوس دي، ما هو احنا عندنا مشكلة ليس على مستوى مصر بس، ولكن على مستوى الوطن العربي اللي هو مستهدف من الكلام اللي كان بيقوله سعادة اللواء من شوية. عشان كده أهم حاجة أنا كعالم، بس شوفي يعني أهم حاجة أنا كعامل، خدوا كل الفلوس بتاعة البحث العلمي وحققوا مع السعودية الجيش العربي اللي اتكلم عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي أنا أؤمن بيه، وأنت هتلاقي البحث العلمي لوحده نط. يعني حضرتك شايف إنه الاستقرار ثم الاستقرار ثم الاستقرار. شكرا جزيلا ليك العالم المصري الكبير الدكتور محمد النشاري. أنا زعلت جدا. لا والله لا اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، والود معكم موصول. مشاهدينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة. غدا تتجدد ساعة من مصر، إلى اللقاء.